الزبدة المزارع والأسئلة الكتيرة اللي جاتني عليها. الناس اللي كانت دايما بتقولي يا ترى معمولة من ايه، من زيت النخيل او من سمنة ايه او نوعها ايه او تصنيعها ايه. هنتكلم كل حاجة النهاردة ان شاء الله في الفيديو. بس قبل ما نبدأ كده، مش محتاجة اي حد يكتب اي تعليق مش حلو، لا تحاسبنا ولا كلام غلط ولا عيب ولا الكلام ده كله. اللي هتقول نصيحة، اللي هتقول كلمة كده او كده او تعرف تصنيعها غير اللي احنا هنقوله او معلومة غير اللي احنا هنقولها، مفيش مشاكل خالص ان احنا نزودها في الفيديو في التعليقات، بس من غير غلط ولا كلام غلط. انا داخله النهارده الفيديو اللي انا عاملاه النهارده ده فيديو لوجه الله، مش علشان مشاهدات ولا لايكات ولا اي شيء، غير انه لوجه الله لحاجتين بس. اول حاجه، انا مش عايزه اظلمكم معايا وتكون لا قدر الله الزبده المزارع وحشه عليكم ويكون فيها ضرر ليكم. ومن الناحيه التانية مش عايزه اظلم ام احمد معايا، لان ام احمد اول معرفتي بيها بمعرفه السمنه دي، لان انا جارتي اخدت منها شنطه وجابتها لي، قالت لي يا ام يوسف اعملي لي الشنطه دي وعرفيها لي اعملها ازاي واسيحها ازاي. فوانا بعملها عملت لكم ساعتها فيديو ونزلته لكم، وبناء عليه انا بدات اعرفكم بام احمد ويكون ليها مصدر رزق بسببنا او اكل عيش بسببنا. في الاول انا مش عايزه اكل العيش بتاع ام احمد ده يتقطع، علشان كده هنتكلم في الفيديو الكلام اللي جاي ده. هنسمي بالله كده من الاول ونصلي على الحبيب المصطفى. واول بدايه عندنا اهو النهارده الشنطه دي شنطه زبده مزارع او شنطه الزبده المعامل، زبده الحمد. وكنا جايبين منها شنطتين قبل كده، واحده الخير واحدة كمان شنطة الرضا. كل الشنط عندنا 5 كيلو أو 5 كيلو وربع، كلهم ميزان واحد، لكن الطعم ممكن يكون مغير شوية من نقلة لنقلة تانية. يعني كمية الحليب اللي محطوطة فيها تكون زيادة شوية هنا أو قليلة شوية هنا على حسب المعمل اللي بيعملها. تمام. الشنطة معانا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حلوة ونظيفة وجميلة، لكن نوع تصنيعها الأساسي هو إيه بالظبط أنا ما أقدرش أقول فيه نوع تصنيعه إيه. قبل كده في الفيديوهات اللي كنا عاملينها ناس كتبت وقالت هي معمولة من السمنة العادية خالص، زي الفيديو اللي احنا عملناه وحطيناه على الصفحة، اللي هو جبنا سمنة كريستال او روابي او اي نوع وعملناه في الخلاط وحطينا عليها اللبن واتحولت لنفس الشكل ده كده بالظبط. يعني في ناس قالت هي بتتعمل بالطريقة دي، وناس تانية قالت برضو معرفش احمل على نفسي واشيل لان ده ذنب هشيله. في ناس تانية قالت ده من زيت نخيل ومش عارفه وامراض ومش امراض. انا برضو عايزة اخلي ذنب من ناحيتين، فهمتوني؟ هنجيب الشنطه معانا. تعالوا في الاول خالص نوزنها هنا كده بعد ما سمينا الله وفتحنا الشنطه ووريتك شكلها عامل ازاي من جوه. جبت الميزان بتاعي وصفرته زي ما انتم شايفين كده، وهبدا احط الشنطه بتاعتي عليها علشان نوزنها من الاول للاخر وطريقه التسيح واقول لك هي كويسه او لا. الميزان عندي حطيت عندي كل قطعه السمنه اللي انا قطعتها، وجت معايا 5 كيلو و200 جرام، يعني 5 كيلو داخله على وربع. تمام كده. احنا الصافي عندنا بيكون 5 كيلو، ممكن توصل ل5 كيلو وربع، ممكن توصل ل5 كيلو 200 جرام، 5 كيلو 300 جرام، مش بتفرق. 100 جرام ناقصة او زايدة. تمام. اخدنا منها قطعة كده وجبت كمية من المية المغلية او كمية من الكتل او من السخان، وحطيت فيها قطعة من السمنة اللي عندي. احنا قايلين قبل كده في فيديوهات الجبنة القريش والزبدة البلدي الفلاحي والحاجات دي كلها، السمنه بتاعتنا البلدي بتعرفيها ازاي؟ انك بتجيبي قطعه بنفس الشكل كده وتحطيها في شويه ميه مغليين، بتفك معانا او بتسيح، لكن بتبقى الميه تحت متعكره بحليب. الميه بتاعتنا بتكون بيضه بياض الحليب، مش بيضه بياض الميه الصافيه العاديه. طيب بيكون كميه الحليب دي بكميته حسب نسبته في السمنه عندنا او في الزبده عندنا سيحنا حته السمنه زي ما انتم شايفين. كميه الميه عندنا ما فيهاش عقاره كتير، لان كميه الحليب هنا ممكن تكون قليله، صوابعك باينه فيها من الناحيه التانية. يبقى كده كميه الحليب اللي موجوده في السمنه دي يعني كميه حليب تكون قليله. اما الزبده البلدي الفلاحي بتاعتنا بيكون كميه الحليب فيها، لانها اصلا مصنوعه من الحليب الجاموسي سواء او البقري، بيكون فيها الميه معكره شويه زياده عن الميه اللي موجوده معانا دلوقتي من الزبده المزارع دي او المعامل. وعموما اي زبده بتجيبيها بالشكل ده، سواء في شنط سواء متغلفه الكيلو لوحده، هي ام احمد برضو عندها الكيلو مغلف لوحده في كيس لوحده، زي اللي بتتباع على النت دي، الكيلو بالشيء الفلاني او ب200 و250 و180 و200 و170 و175 وكل الاسعار دي كده، دي زبده مزارع ومعامل، ما هي زبده بلدي فلاحي. واقول لك قدام اي حد الكلام ده، الزبده البلدي الفلاحي الكيلو فيها ما يقلش عن 300 جنيه. ده كمان لو انت بتاخديه من البياعه في البيت. لو انت هتاخديه من التاجره بتزيد عن ال 300 جنيه وزياده، لان هي لسه بتاكل فيه عيش. احنا هنا كفلاحين بنطلع رطل السمنه عندنا، انا عملتها كده على ايدي دلوقتي. الزبده البلدي الفلاحي بتسيح على الايد خالص، بتشربها الايد، ما بتفضلش فيها كميه على الجسم من فوق.
تمام. بس في الاول وفي الاخر دي افضل من الزبده، من السمنه المهدرجه بتاعه المحلات، حتى لو دي فيها نسبه مهدرج فبتكون افضل شويه لانها برضو عليها كميه من الحليب. تمام. بالنسبه لسعرها بقى، عندنا احنا هنا بنبيع الرطل ده اقل من نص كيلو سمنه. الرطل الواحد عندنا هنا ب120 جنيه، يعني الكيلو رطلين وربع، يعني داخل على 300 جنيه. انا مطلعاه من بيتي افلحها، احنا الفلاحين احنا، فاهماني؟ فلسه التاجره لما تاخده مني على 300 جنيه شوفي هي هترزق فيه اقل حاجه تحط 50 جنيه. يبقى عشان تقول لك كيلو السمنه اقل من 300 جنيه واقل من 350 جنيه، ما تسمعيش لاي حد، دي كلها زبده مزارع وزبده معامل. هتجيبيها على انها زبده بلدي يبقى انت كده اتغشيتي فيها، وده انا ماليش دعوه بيه. حطيت السمنه بتاعتي من الشنطه وحطيت عليها الحليب اللي موجود عندي. كان عندي نص كيلو حليب طازه زي ما شفتيه فضيته، وعندي الثلاث اكياس دول كانوا في الفريزر. عايزه تحطي كيلو، عايزه تحطي نص كيلو، عايزه تحطي 2 كيلو، عايزه تحطي 3 كيلو، حسب المتوفر عندك وحسب الكميه المتاحه معاكي. ده طبعا حليب جاموسي، سواء في الفريزر عندك سواء جايباه طازه مش هتفرق كتير، لان طالما بقشطته وريتك القشطه دلوقتي واحنا شغالين، فخلاص هي احنا المهم في القشطه. كل الحليب ده بيتبخر، اما القشطه بتوصل للسمنه عندنا، فبتديها طعم السمنه البلدي وبتكون اوفر عليكي شويه. هو ده اللي انا اقصده، اقصد ان هي تكون اوفر عليكي شويه. اما سواء لو في حد معانا برضو ما شاء الله اللهم بارك حالته كويسه يقدر ياكل بسمنه بلدي، مفيش مشاكل خالص، اشتري السمنه البلدي ولو ب1000 جنيه الكيلو وانت قادره تجيبيه، الف صحه وهنا، وتعيشي وتجيبي احلى حاجه وتعيشي تاكلي عيالك احلى حاجه. اما الفيديوهات اللي زي كده بنحطها لو في ناس على قد حالها، عارفه ان الناس هتقول طيب مثلا على قد حالها هتجيب حاجه رخيصه وتتعب وتمرض ومش عارفه والكلام ده، اللي قادر يا ولاد يجيب من الغالي. انا ما بقولكيش مش معنى ان انا نزلت لك الفيديو بقولك لا اشتري من ده، لا، انا بنزل لك الفيديو وانتي وحريتك. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، انا قصداها لوجه الله لحاجتين: اول حاجه علشانك انتي مظلمكيش معايا بقولك المعلومات دي، وتاني حاجه علشان خاطر ام احمد اللي هو انا اصلا بعرفها بسبب السمنه دي، لان هو ده يعتبر مصدر اكل عيشها، زي اي واحده مننا حابه ان هي تساعد مع زوجها في بيتها ومصاريف بيتها. انا مش بقول هي حالتها وحشه، الحمد لله يا رب مستوره معانا ومعاها ومعاكم ومع الناس كلها، وربنا يجعلها مستوره معانا كلنا. بس في واحده بتحب تساعد جوزها، في واحده بتقول لك انا بدل ما انا قاعده اشتغل حاجه، وحلو ان هي بتشتغل في حاجه زي كده وبتجيب حاجه وتبيع وترزق وتاكل اكل عيش، افضل من ما هي زي الشباب اللي على التيك توك والبنات اللي على التيك توك. لا، هي مش هنوصل احنا لكده، لان احنا مهما كان برضو اصل ارياف وفلاحين، فالاصول عندنا معروفه وما نقدرش ان احنا نتعدى الاصول. تمام. بس كده السمنه بتاعتي حطيتها من الشنطه زي ما انتم شايفين، كنت عامله لكم فيديوهات قبل كده كنا خضناها وحولناها لرطال للسمنه البلدي، ما سيحناش على طول نفس الفيديو ده، انما انا الفيديو ده جايبه سيحها لكم على طول عشان اختصر في الكلام بس ما اطولش عليكم. بس كده حطيتها على النار زي ما انتم شايفين، وحطيت معاها الحليب سواء مجمد سواء سايب هتحطيه، اي نوع حليب عندك بقري او جاموسي حطيه مفيش مشاكل خالص. المهم يكون يعني قشطته تكون موجوده فيه علشان خاطر يخلي لك طعم السمنه البلدي فيها شويه في الطعم. بتاخد حوالي معايا ساعه على النار، او ساعه الا ربع على حسب النار اللي عندك، ومش بنعلي النار قوي علشان ما تفرش معانا وتتكب. وانت شايفين وانا بقول لك هدي النار عليها خالص على قد ما انت قادره. تمام. وبراحتك خالص وما تسيبيهاش، كل شويه تطلي عليها، كل 5 دقايق بتطلي عليها بتبصي تلاقيها بدأت تفك بالنفس اللي انتوا شايفينه ده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص في الوقت ده بقى مش بتاخد معايا مرحله كتيره، لانها طالما بدأت تدي اللون الذهبي اللي على الوش ده، لون السمنه الاصلي فيها، فخلاص بتبدا تفك على طول في الوقت ده. وما ينفعش ان انا اسيبها واخرج بره المطبخ علشان ما تتحرقش مني وتتبهدل خساره وقعر الحله يتحرق ويديني مراره في السمنه عندي. السمنه بتمرر معاكي منك انت بتتحرق منك في قعر الحله. انا لما بسيح دهن غير السمنه البلدي، بسيح سمنه مزارع بيبقى فيها كميه من الميه شويه، فعلشان كده بتاخد وقت اطول في التسييح. اما لو انا بسيح سمنه بلدي فلاحي ما بتاخدش وقت معايا خالص على النار، ممكن تاخد 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير قوي السمنه البلدي تستوي معاكي، على حسب طبعا الكميه اللي انت عاملاها. هنا بقى بدات تروق معايا خالص اهي، بدات حطيت معلقتين من الملح واديتها تقلبتين برضو زي ما انت شايفه كده. هفضل معاكي لغايه ما اخليها تجمد في البرطمان واوريلك الترميله بتاعتها، مش هسيبك خالص غير لما اوريلك الترميله بتاعتها. وانا عملت بيها رز النهارده ما شاء الله، الرز بتاعها جميل خفيف وحلو، مش تقيل اللي هو زي اكل الدهن، وفي الوقت نفسه مش زي السمنه بتاعه المحلات، لان احنا طبعا حاطين عليها حليب فمديها ريحه السمنه البلدي شويه. تمام. بس كده ابدا اقلب بنفس الشكل كده، واقلب من قاع الحله من تحت علشان خاطر المرته اللي تحت اللي هي نزلت معايا من الحليب ما تحرقش تحت وتديني مراره للسمنه.
خلاص كده حوالي دقيقتين 3 وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص على كده لون المرتة عندي ادى اللون الوردي. بطفي النار على طول في الوقت ده. طالما اديتني اللون الوردي للمرتة تحت زي ما قلت لكم، خلاص على كده سواء دهن سواء سمنه بلدي سواء سمنه مزارع، خلاص ما بستناش لما لون المرتة يدي اللون الاحمر، علشان عبال ما تبرد معايا السمنه بتدي لون اغمق فبتتحرق معايا وبيبقى لون السمنه عندي لونه غامق. تمام. بس كده السمنه عندي رايقه، باخدها بالمغرفه لفوق رايقه ما فيهاش اي حاجه خالص. بطفي النار عندي واطفيها خالص واشيلها من على البوتاجاز كمان، احط على الرخامه. والبرطمان عندي مغسول وكافياه يتصفى براحته، غسلاه بميه سخنه. وقبل ما احط فيه السمنه بتاعتي لازم السمنه بتاعتي تكون بردت، علشان حتى لو البرطمان ازاز خلي السمنه تهدى شويه علشان تديكي ترميله حلوه في البرطمان. لما بتعبيها وهي سخنه وتعرق معاكي في البرطمان بتدي عفون على الوش. يا ريت اللي بيقولوا لي بنعبيها في البرطمان وتدي عفون على الوش، ده بيبقى انك انت عبيتي السمنه عندك سخنه او البرطمان مبلول ميه. البرطمان يكون مغسول كويس بميه سخنه وناشف، وتنشفيه كمان بالمنديل زي ما شفتيني كده. والسمنه عندي تكون بارده. انا ماسكه الحله بايدي خالص اهو ما فيهاش اي حاجه خالص، والسمنه هاديه جدا وبدات انها تدي جرمزه بسيطه قوي من تحت. وقبل ما تجرمز من تحت بفضيها في البرطمان، عشان لو جرمزت في الحله وفكتها ما بتدينيش ترميله في البرطمان. تمام. بس كده سمي الله وابدا افضي الكميه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم براحتك خالص كده، سواء بمغرفه او بكوبايه او بالحله بنفس الشكل كده، بس خلي بالك. وحط صينيه تحت البرطمان علشان خاطر لو سقط منك سمنه ولا حاجه تيجي في الطبق اللي انت حطاه تحت ما تتكبش على الرخامه خساره. عبينا الكميه بتاعتنا بسم الله اللهم بارك. تعالي هنوزنهم برضو مع بعضينا ونشوف الموضوع فيه وفر ولا لا. يعني انا كده اعتبر ما اشتريتش حليب. الحليب كان عندي مجمد في الفريزر. لو انت هتشتريه شوفي كيلو الحليب عندك بكام، وهحط لك برضو رقم الست ام احمد في التعليقات او في اخر الفيديو هتلاقوه. لو حبيتي تشتري منها اللي يريحك، ما حبيتيش برضو اللي يريحك. بس ده كله انا قصدي حاجه لوجه الله علشان خاطر ام احمد ورزقها واكل عيشها وحاجتها، ما اكونش انا سبب في قطعه، وفي الوقت نفسه ما اكونش برضو سبب في ان انتوا حد منكم يتعب او يصرف فلوس في حاجه هو مش عايزها او الكلام ده كله. حطيت السمنه بتاعتي على الميزان بعد ما صفرت وطلعوا ما شاء الله اللهم بارك داخلين على 4 كيلو سمنه. اللهم بارك. تمام. حتى لو 4 كيلو الا ربع بس ما شاء الله اللهم بارك صافيين. يعني خام المعلقه فيهم معلقه، ومعلهاش زيت بقى ومعلهاش اي حاجه خالص. والحليب مغير طعمها مخليه زي السمنه البلدي. وهوريك الترميله بتاعتها بسم الله اللهم بارك جميله قوي. هنزلها بقى من على الميزان واخدها في التلاجة علشان بس ان الجو صيف هاخدها في التلاجة تقعد شويه. اما لو الجو شتاء هحطها على الرخامه عادي لما تجمد براحتها وارجع اكمل لك الفيديو. وديتها التلاجة قعدوا حوالي ساعة في الفريزر وطلعتهم، وبرضه ما كملتش لما هم جمدوا قوي. انا حابة بس اوريكي شكلها وهي مجمد عاملة ازاي، وفي الوقت نفسه الترميلة بتاعتها عاملة ازاي علشان انت برضه تبقى مطمنة. اهي ما شاء الله اللهم بارك. هحط لك بس معلقة في الطبق وهوريها لك. وبأمانة طعمها جميل بعد ما حطينا عليها الحليب، حلوة قوي. طعمها جميل وريحتها برضو حلوة. لو انت حابة تشتري منها هتلاقيني حاطه لك رقم الست ام احمد. لو مش حابة تشتري منها خلاص ما تزعليش خالص وما يهمكيش. لو هتقولي انت السمنة البلدي اوفر خلاص اشتري سمنة بلدي برضو انت اللي يريحك. لو هتقولي اشتري سمنة من المحلات برضو اللي يريحك. اللي انت حباه اعمليه، ده لبيتك ومصاريفك وحاجتك، ودي حاجة ترجع لك انت ما ترجعليش انا. كل واحد يمشي بيته على قده. الترميلة ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده جميلة مرملة وحلوة. طعمها جميل حلوة قوي بعد ما حطينا ليها الحليب ادانا طعم السمنة البلدي جميلة. لو انت عايزة تعمليها في البيت اللي يريحك، عايزة تشتريها جاهزة وتريحي دماغك ولا تخلطي ولا تعملي برضو اللي يريحك، دي حاجة بتاعتك انت. تمام. اي سؤال عندك اكتبيه في التعليقات. اي كلمة حلوة منك اكتبيها لجبر الخواطر بلاش لكسر الخواطر، علشان احنا كلنا مسلمين. حتى لو مسلمين ومسيحيين احنا كلنا اخوات في الاول وفي الاخر. بنوحد اله واحد. وصلوا على النبي كده ووحدوا الله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بعد ما اشوف تعليقاتكم على الفيديو ده اخبارها ايه. بعد كده هنكمل مع بعضنا واجيب لكم الفيديوهات التانية.